السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. سأقدم لكم طريقة عمل اللازانيا. هنا عندي لحم مثروم ناعم نصف كيلو، وذبلته وحمسته بالزيت النباتي 4 ملعقة أكل، وضفت له هنا 1 حبة بصل مثروم ناعم ثرمته بإيدي يعني، وراح حمسه أذبله يعني ما أخليه يحترق أو يحمر. وضفت هنا ثوم 4 سن ثوم هرسته، بس هم لا تخلوه يحترق يعني مجرد تذبيل. وهنا نصف حبة فلفل أخضر حلو، أحمر أو أخضر حسب الرغبة، يعني ممكن تضيفون غير لون. هنا ضفت أنا أخضر. هنا عندي 4 حبة طماطة مثرومة، هاي كل هالمواد أنا ثرمتها بإيدي. وهنا 2 ملعقة أكل معجون طماطة، راح أذبلها هاي كل هالمواد وأحمسها وأتركها على جهة إلى أن وأحضر البشاميل. هنا رشة ملح أو ملعقة أكل ملح، ونصف ملعقة أكل بهار مشكل، ورشة فلفل أسود هاي، وراح أضيف فلفل أحمر حار، وإذا ما تحبون ضيفوا أحمر حلو يعني بارد حسب الرغبة. شوية الحار ينطيها طعم طيب، ويبقى انتو حسب رغبتكم. هاي كل هالمواد قلبتها وخليتها انحمست شوية وتركتها على جهة. هنا عندي زيت نباتي و2 ملعقة أكل زبد، وضفت له مجرد ذاب ضفت له 4 ملعقة أكل دقيق يعني طحين، وراح أحمسه شوية أحمس الطحين شوية بالزبد والزيت، وبعدين أضيف حليب لأن أنا دا أحضر بشاميل. هاي راح أضيف 3 كوب حليب بالتدريج، أخلط وأضيف مثل ما تشوفون. هنا هذا راح أضيف الكوب الثاني والثالث وهكذا إلى أن أكمل كله. وهذا البشاميل ما راح أسويه ثخين، أريده خفيف شوية يعني ما أخليه على النار مدة طويلة، دقائق وأشيله، 2 3 من ورا ما أكمل وأشيله، لأنه أنا أريده خفيف حتى من أخلي وياه اللازانيا راح تنسلق بيه اللازانيا، راح تنضج بيه وتصير طيبة يعني تاخذ من طعمه. فإذا ثخين يصير يابس اللازانيا، فانتبهوا لهاي الملاحظة. هنا هذا الحليب دا أضيفه. هنا ضفت رشة ملح، دا أخلطه. شوفوا شلون صار البشاميل. وضفت له هنا رشة أوريغانو، اللي عنده أوريغانو يضيف، إذا ما عندكم مو مشكلة، هو مجرد ينطيه طعم طيب، بس إذا ما موجود وما تعرفوا لا تضيفوه مو مشكلة. هذا تركته دقائق وشلته. هسه هنا هذا اللحم أنا أريده شوية بليونة، فضفت له نصف كوب مي بارد يعني عادي، وتركته على النار شوية وصار بهالقوام يعني بيه شوية ليونة. وراح أبدي أرتب اللازانيا والخلطة بالتبسي. بهالأثناء أنا شغلت الفرن على درجة حرارة 250 بس الأسفل، لأن أنا راح أخليها على قاع الفرن، وبعدين أشغل الأعلى يعني بس الأسفل، وبعدين أشغل الأعلى. لازم تنتبهون لأن احنا نريد نخليها تستوي بالخلطة هاي. يلا نحمر الفوق، نحمص الجبن اللي راح نخليه. هسه ضفت أنا اللازانيا هاي بهالصورة، وراح أخلي اللحم هذا مثل ما تشوفون، وراح أضيف فوقها شوية بشاميل وهكذا، وأرتب الطبقات تقريبا 4 إلى 5 طبقات تصير، وأخلي لها الجبن. هاي هسه أنا 3 طبقة دا أسويها، سويت الأولى والثانية وهاي الثالثة. هذا دا أضيف هنا أرتبها، وانتو شلون تردون ترتبوها بالطول ممكن أو بالعرض حسب الرغبة. هاي أخلي الحشوة اللحم هذا
وراح أضيف بشاميلها نفس الشي بهالصورة، وأضيف لي فوق هاي الخلطة الجبن حسب انتو شو تحبون، شيدر أو بارميزان أو موزاريلا، حسب يعني شنو اللي تحبوه حسب الرغبة. هاي الأكلة طيبة وتنفع للعشاء وتنفع للطلاب اللي يجون سريع يعني من الكلية، يعني اللي بعيدين عن أهلهم بالأقسام الداخلية أو بالغربة. ممكن سهل يسوي اللحم، يحضره ويحضر البشاميل ويرتبها ويخليها بالفرن، مو صعبة يعني. هذا هسان تقريبا هاي آخر طبقة. أنا زاد شوية من الباكيت مال اللازانيا، كم شريحة يعني احتفظت بيها، يعني مو كلها خليتها لأن صارت عندي زيادة. هنا ضفت الجبن هذا، وأنا مثل ما قلت لكم إن شاء الله الفرن، وراح أخليها راح أغطيها بهذا الورق، ورق الألمنيوم، لأن ما أريدها تحمص من فوق وهي بعدها ما مستوية. هنا تركتها تقريبا 45 دقيقة بالألمنيوم بالفرن على قاع الفرن، ومشغلة بس اللي جوا. وطلعت هسه طلعت شلت الألمنيوم وخليتها للأعلى، شغلت الأعلى وحمصت بس الوجه بهالصورة، وهذا الشكل النهائي. شوفوا شلون شكلها محمص ومستوية من الداخل، وكانت حيل طيبة، اللي من أكلوها عجبتهم العائلة. وهذا شكلها، وإن شاء الله تعجبكم، وألف عافية.